يعتبر صح متأخر أصلا. أنا شغال بشكل ثابت في الشركة، المفروض أنا بخلص مثلا الساعة 1 الظهر أو 2. المفروض أخلص الشغل في الوقت ده عشان ألاقي بقى اليوم أعمل فيه الحاجات التانية اللي هي الكونتنت بتاعي. فمش عارف الحق النهارده ولا لا. طيب انا خلصت تقريبا نص الشغل دلوقتي والساعه 11 ودقيقه، ده يعتبر كويس، بس لسه باقي برضو النص التاني. وبرضو المفروض احفظ سكريبت. انا عندي تدريب البرزنتيشن النهارده، ده المفروض ان انا هروحه وانا ما حفظتش اي حاجه بجد. يعني انا بس قريت السكريبت ومش ما حفظتوش اصلا، قريته بس. فالمفروض اخلص بقى واحفظه واقراه، وبرضو المفروض اسجله. يا رب الحق قبل ما اخرج. من الحاجات اللي بستخدمها على طول الفتره اللي فاتت، اول ما جربتها هو الفوكس مود. فوكس مود في الموبايل، في الايفون وفي اندرويد. اول ما جربته هو بيقفل لك كل النوتيفيكيشنز، بتسيبه بس من برنامجين مثلا او 3. كل الاشعارات تتقفل، بس برنامجين او برامج اللي انت تخصصها هي اللي تشتغل. فمن ساعه ما جربت اول مره وانا عامل الورك مود وسليب مود، والموبايل دايما كده، يا اما ورك يا اما سليب. بجد مريح قوي ان انت ما مش كل شويه يعمل نوتيفيكيشن، مش كل شويه يجي لك مسج. مش عايز لما اخلص هبقى اشوف كل المسجز وبعدين ارد عليها. فجربوه. المفروض اساسا الموبايل ما يبقاش معانا هنا، بس مش عارف انا ليه سايبه النهارده هنا على المكتب. فهطلع بقى ابعده بره. ممكن بسيبه على السرير او اسيبه مثلا في غرفه تانية، وده افضل بكتير. فاعمل كده، سيبه في غرفه تانية. ده هيفرق معاك بجد، ان انت هتبقى قادر تركز، مفيش حاجه بتشتتك كل شويه بنوتيفيكيشن، او كل حتى ما بتبص عليه وهو على المكتب انت لوحدك بتتشتت، بتبقى عايز تقوم تمسكه وتفتح انستا مثلا ولا تتشيك اي ابلكيشن. فبس المفروض ناخد بريك دلوقتي سريع، اكل اي حاجه واكمل بقى. الحمد لله خلصت، والساعه دلوقتي 12 وتلت. الفكره ان انا لما كنت شغال في الاوقات اللي انا ببقى بشتغل فيها بس، او الشهور او الفترات اللي بشتغل فيها بس، او بعمل كونتنت فيها بس، او تبقى فترات امتحانات بس او مذاكره بس، بنجز في كل حاجه من دول اقل بكتير من الوقت اللي انا بنجزه في اليوم اللي بيبقى فيه الحاجات المختلفه دي. بجايز لما بيبقى عليك ضغط بتسوف اقل جدا، لان في حاجه المفروض تعملها بعديها، ولو ما عملتهاش هتبوظ اللي بعديها هي كمان. فلازم لازم تخلي كل شيء ماشي في وقته. ده بيبقى شويه ضغط، وانا مش بعرف اشتغل تحت ضغط، بس بعد فتره بتعود، خصوصا ان لو في حاجه من دي اثرت فيها الامر هيعدي. لكن على قد ما اقدر بحاول ان انا لا ما اثرش في حاجه من ديت، لان في امكانيتي. مش شايف حاجه صعبه. انا دلوقتي خلصت ولسه باقي شويه على ما اخرج. يعني ساعات بجد الحل ان انت تملى وقتك بحاجات كتير، فما يبقاش عندك وقت ان انت اصلا تسوف. ممكن تكون جربت ده مره واثنين وثلاثه وما ينفعش، بس بجد بالمحاوله مره ورا التانيه، ولما تفضل تستمر كده فتره كبيره هتلاقي نفسك خلاص اتعودت على ده، وفعلا بقيت تعمل حاجات كتيره في نفس اليوم. طبعا لازم فترات الراحه كل اسبوع يوم او يومين، لازم ده اللي يخليك تبدا الاسبوع اللي بعده بشكل كويس. لو انت حد مثلا عايز يعمل كل ده وفي الاخر برضو يلعب رياضه او يروح الجيم، او هو مثلا في ثانويه يكون في عنده برضو وقت ان هو يلعب ويهزر وكده، يخرج مع اصحابه، تقدر بجد. تقدر. الموضوع صعب بس بالوقت بتوصل له. طبيعي الوقت مش كله دايما بيبقى كده، يعني بيجي فترات كبيره لا انت خلاص اما ببوظ كل حاجه، لا الشغل بيبقى ماشي كويس، ولا الكونتنت اللي بعمله بيبقى ماشي كويس، ولا في الكليه بيبقى ماشي كويس، ولا مع اهلي ولا اي حاجه. فطبيعي يعني تبقى في فترات كويسه وفترات مش كويسه خالص. وبالشكل ده كمان انا حاسس ان انا جوده الشغل اللي انا بطلعه بتبقى احسن، ان انا فعلا ما بسوفش، بأدي كويس في الشغل ده وبأدي كويس في الشغل ده وبأدي كويس في ده. ما بيبقاش في وقت للتسويف، او وقت ان انا ضميري ما بيسمحليش ان انا كروت بمعنى اصح. فبس هروح بقى احفظ السكريبت واسجله عشان اجهز واخرج. والحاجه اللي اكيد هتعطلك لو انت بقى قررت فعلا ان انت تحط حاجات كتيره في يومك وتملاه بحاجات هتعملها، هي الانسرتينتي، ان انت تبقى في حاجه معينه انت مش عارف انت هتعملها ازاي. هقول لك، انا مثلا بيبقى في بروجكتس في الشغل انا مش عارف البروجكت هيمشي ازاي، لسه مش عارف، ما عنديش فكره. البروجكت ده محتاج فكره لسه ابني عليها افكار، مش عارف انا لسه هنفذه ازاي. مش بروسيس انا عارفها هبدا من A to Z واخلصها وخلاص، مش حاجه بس هنجزها او هخلصها. المهام او الحاجات اللي زي ديت بجد فعلا ديت هي اللي ممكن تخليك، او انا شخصيا وناس كتير فعلا بتخلي الناس overwhelmed او تفريك اوت شويه، ان انت مش عارف هتعملها ازاي، فمش عارف هتاخد وقت قد ايه، مش عارف هتلحق تخلصها ولا لا. هي مش فكره بس ان انت تخلص الحاجه ديت، لا انت في جوه مهام كتيره انت مش عارف انت هتعملها ازاي، مش عارف هتجيلك فكره ولا لا. فحاول على قد ما تقدر ان انت لو هتملى في يومك فعلا المهمه دي تبقى في اخر اليوم لو تقدر، ولو تقدر فعلا انت تاجلها لوقت يبقى خلاص بقى الوقت ده فاضي خالص كامل ليها، مفيش حاجه بعدها، هيبقى كويس جدا. مفيش حاجه بعدها اخر اليوم مثلا او في اخر الاسبوع او كده، لان بجد التاسكس ديت او المهام ديت هتخليك
تبقى مضغوط اكتر، وبما انك مضغوط اكتر انت هتبقى مش قادر تنفذ التاسكس اللي بعدها، مش قادر تعملها هي نفسها. في ناس لا بتقدر، في ناس بتقدر خالص تشتغل تحضيرات، الموضوع مختلف عليك. بس هنا انا اتكلم عن الضغط اللي هو ايه، الخوف من الشيء المجهول. بس الحمد لله انا خلصت كل حاجه يعني، ولسه باقي شويه، فهصلي الظهر بقى وحتى خلصت السكريبت يعني، حفظت شويه مش قوي بس اتس اوكي يعني، هكمل في المواصلات. وعايز اقول لك حاجه هنا ما تأفورش يعني. انا فاكر ان انا كنت بقى بفتح جوجل كالندر واملى كده جوجل كالندر كله تايم بلوكس، حاجات انا المفروض ان انا عايز ان انا هعملها بقى، هذاكر كذا بعدين هذاكر كذا بعدين هذاكر كذا، لما كنت لسه بادئ بقى ومتحمس من 3-4 سنين مثلا. فاكر انا اعمل كل حاجه في اليوم، بس ده غلط خالص، ما تأفورش. ادي اليوم حقه من الشغل والراحه برضو. لو مليته كله حرفيا كده مش هتعرف تكمل 2-3 ورا بعض، مش هتعرف. لازم خلاص في ساعة معينة ان انت هتخرج، هتفصل، هتعمل شيء مختلف غير اللي انت بتعمله. اوعى بجد ان انت تعمل الموضوع ده، ان انت ايه خلاص اليوم كله بقى شغل او مذاكرة او كده، مش هتقدر تكمل، هتبرن اوت، مش هتحب الموضوع خالص. فكرة الحماس الزايد اللي بتبقى عند الناس اللي لسه بادئة وطلاب الثانوية، معلش انا كنت كده برضو، فدي كل حاجة حقها. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طيب انا خلصت، انا لسه جاي دلوقتي الساعة تقريبا 9، وعندي شغل تاني، طلب تاني شغل وتعديلات ومدري ايش، وانا مش قادر بصراحة. وقت كبير برا، كنت عايز اصور والله حاجات بس ما الوضع ما كانش مناسب. الموضوع مش طريقة سحرية او كده، حاول على قد ما تقدر بس الحاجات اللي انت بتعملها تبقى، او على الاقل دي نصيحة لنفسي اكتر، الحاجات اللي بتعملها ما تبقاش كلها مجهولة، او مش عارف انت هتخلصها في قد ايه، او فيها تاسكس مش عندكش فكرة انت هتنفذها ازاي، او افكار محتاجة توصل لحاجة يعني. ان حاجة انت get things done، والحاجة اللي فعلا انت محتاج بقى تفكر فيها وتطلع فيها افكار ابداعية وتاخد وقت كبير فيها، انك بقى ايه تأجلها الوقت تاني. بس الساعة دلوقتي 10، فانا مفيش حاجة غير ان اعملها ان انا اصلي بقى واقرأ شوية في اي كتاب وانام. في كتاب حاليا بقرأ فيه المجريات، والكتاب ده تاني كنت براجعه او مش براجعه يعني، برجع له لان حاسس ان انا نسيت كل المعلومات اللي فيه، وحاسس ان هو من الكتب اللي انا فاكر ان كانت مفيده قوي بصراحه في البيزكس بتاعت ان انت لا ما تعتمدش بقى على الشغل والوظيفه وكده، والحاجات دي انا دايما عايز افكر نفسي بيها بصراحه، ان انت مش برضو مش اي مبلغ يجيلك تصرفه او كده. انا مش هفضل طول حياتي بشتغل بس كده. مش تعمل لي بقى سبسكرايب، الموضوع بيفرق معايا جدا، وانا محتاج بقى اصلي وانام. انا عايز انام قوي. انت هتتعود كل ما بتمر بتجربه مره والتانيه ورا بعضها، خلاص بقى الحياه بتحس ان خلاص بقى انت ايه، ما فيش حاجه بتضايقك، ان ما فيش حاجه تستاهل بجد. بس باي بقى، والى اللقاء.